الله كأنما يريد يقول لك فلسفة رمضان سنة كاملة أنت مخربط، تعال ادخل برحمتي. والكثير من المؤمنين والمؤمنات فاهمين شهر رمضان عبارة عن جوع وعطش. لا حبيبي، هو لقاء الحبيب مع محبوبه. أنت من يوم تحب لك شخص ويعزمك على وليمة ويدعوك إلى مضيفة ما راح ترفضه. ليش؟ لأن ما يخرج من الحبيب يبقى حبيب. الله عز وجل في شهر رمضان يفتح له مضيف للعاصين، والله عز وجل يدعو عياله لأن الخلق عيال الله، يدعوهم إلى هذا المضيف. تعالوا إلى مضيفي، ادخلوا في رحمتي. مو أنا أقول، رسول الله يقول شهران دعيتم فيه إلى ضيافة الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الله يدعوك إلى مضيفه، ترفضه؟ ما تقدر ترفضه، لأن في السالفة بها حياة، السالفة بها خجل. الله قاعد يدعوك إلى شهر رمضان المبارك، وكل شيء ينسب إلى الله عز وجل حتى لو مخربط يتقدس. هو كلب حيوان نجس ولكن تقدس. لماذا؟ لأنه تطعم مع أهل العشق أصحاب الكهف، بل هذا الكلب يصبح من أهل الجنان في الرواية. هي ناقة ولكن تقدست. والله قلب الدنيا على مود ناقة صالح. ليش؟ لأنها نسبت لله، قال ناقة الله وسقياها. هو بيت تقدس لأن أصبح بيت الله. شهر رمضان سالفته مثل هاي السوالف، نفس هاي المعادلات. شهر رمضان أنت أيامك كحال الأيام، هم بيك جمعة وزبت. واحد قال لا تقدست أنا الشامخ على الأيام. يا ليش؟ قال لي أنا نسبت لله. وين؟ قال شهر الله، شهر الله لازم هذه الأيام تتقدس. بمن تقدست؟ نومكم فيه عبادة وأنفاسكم فيه تسبيح. هذه خصوصية شهر رمضان. بوي اسمعني بعد حيلي، شهر رمضان محطة نرتوي من هذه المحطة كأس العشق. زين منو يرويك؟ صاحب الزمان يرويك، مو أنا أقول، القرآن يسولف. تتنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر. على من تتنزل؟ في شيخ فلان، مفتي فلان، علام؟ لا، تتنزل على صاحب الزمان، يأتون بأعمال العباد. على شنو يصير عليه بعد سنة؟ يتحدد في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا أن كنا منزلين. هذا القرآن يقول. فإذا أنتم لازم تدخلون وين؟ في مضيف الله. العاصين اسولف وياكم انا اكثر كلامي، وانا وياكم الكلام لازم يتوجه ان احنا العاصين. الله كانما يريد يقول لك فلسفه رمضان سنه كامله انت مخربط، تعال ادخل برحمتي، تعال ادخل بمضيف، وراح نكرمك احلى الكرامه. وهي الكرامه يمتى؟ يقول تتوزع بيوم العيد، اهل السماء يوزعونها. يا فلان يا فلان ابشر ان ذنوبك قد غفرت، ورجعت كما ولدتك امك طفلا صغيرا. ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر. ترفض هذا العرض؟ عرض سماوي خبط. شنو يراد لك؟ يراد لك تدخل في هذا المضيف، وصاحب هذا المضيف الله عز وجل، والواقف بباب المضيف منه صاحب الزمان. ولكن تريد توصل لصاحب الزمان في شهر رمضان، قبل لا تفطر قول السلام على الحسين. ليش؟ شهر رمضان شهر عطش. عطش، اربط عطشك بعطش الحسين حتى تتأسى يا أبي عبد الله.